بنت في العشرين من عمرها اختفت بطريقة غريبة. شارك في البحث عنها وكالة ناسا والأمن الفيدرالي والشرطة الأمريكية، وعرضت جائزة بقيمة $1,000,000 أمريكي لأي شخص يقدر يحصلها أو يحصل أي معلومات تدل عليها. مجلس النواب الأمريكي أصدر قانون كامل باسمها، لكن من هي هذه البنت وليش الكل أعطاها هذا الاهتمام الكبير؟ هذا وأكثر فنعرفه في فيديو اليوم. ولدت جينيفر كيسي بطلة قصتنا اليوم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ودرست وتخرجت من جامعة سنترال فلوريدا، وبعد ما تخرجت توظفت كمديرة مالية في واحدة من الشركات الخاصة. بعد سنوات من العمل في هذه الشركة قدرت تجمع مبلغ واشترت بيت، وبهذا المناسبة قررت أنها تسافر لجزر فرجينيا الأمريكية هي وصديقها سانتا كروز. قضت إجازتها هناك اللي كانت بمدة أسبوع، وبعد ما خلصت رجعت هي وصديقها مرة ثانية لفلوريدا، لكنهم وصلوا في وقت متأخر، فقررت انها تنام في بيت صديقها. اليوم الثاني تروح للشغل طبيعي، وفعلا في اليوم الثاني قامت الصبح وتوجهت للشغل مثل اي يوم ثاني. خلصت دوامها على الساعة 6 المساء ورجعت للبيت مرة ثانية، وفي طريقها كالعادة كانت جينيفر تتصل بأهلها وأصدقائها وتستغل وقتها يعني. وآخر اتصال كان على الساعة 10 المساء مع صديقها كرو. فكر الاتصال وعدته انها بتتصل فيه مرة ثانية في اليوم الثاني. اليوم الثاني كان كرو ينتظر الاتصال كالعادة، لكن هذه المرة جينيفر ما اتصلت، فبدأ كرو يخاف على جينيفر واتصل بموظفة الاستقبال في شركة جينيفر، سألها إذا كانت جينيفر وصلت الشركة أو لا، وردت عليه الموظفة وقالت له أن جينيفر ما وصلت للشركة أبدا. فبدأ كرو يخاف على جينيفر، فمباشرة بعد ما سكر الاتصال من موظفة الاستقبال اتصل بأم وأب جينيفر وبمديرها في الشغل، وتوجهوا كلهم إلى بيت جينيفر. لما وصلوا للبيت ما حصلوا سيارة جينيفر، دخلوا للبيت حصلوا البيت مرتب وطبيعي. هذا الشيء خلى أبو جينيفر يخاف، فاتصل مباشرة بالشرطة. وصلت الشرطة للمكان وأجروا تحقيقاتهم، وتوصلوا من خلال تحقيقاتهم أن البيت لم يتم اقتحامه أو أنه أي شخص ثاني غير جينيفر كان موجود في البيت، وهذا الشيء زاد الموضوع تعقيد أكثر. استمرت تحقيقات الشرطة إلى صباح اليوم الثاني، إلى أن أخيرا حصلوا سيارة جينيفر السوداء، وحصلوها قريبة من مركز سكني، وكان هذا المركز يبعد تقريبا 2 كيلومتر من بيت جينيفر. بدأت الشرطة تبحث عن أي بصمات أو أي شيء يقدروا يطلعوا من خلال الحمض النووي للخاطف، لكن ما قدروا يحصلوا أي دليل، لأن الخاطف قدر أنه يمسح كل بصماته من السيارة. حتى بدأوا الشرطة يدوروا على أي كاميرا قريبة من المركز عشان يقدروا يشوفوا الخاطف، إلى أن أخيرا حصلوا هذه الكاميرا. ولكن المشكلة أنه هذه الكاميرا ما كانت واضحة، كان في سياج حديدي يفصل بين الكاميرا وبين مكان السيارة. فعلا بعد ما راجع الشرطة هذه الكاميرا قدروا يشوفوا الخاطف. للأسف جودة التصوير ما كانت واضحة أبدا. وبعد ما عرضوا هذا الفيديو لأصدقاء وعائلة جينيفر، ولا أحد منهم قدر أنه يتعرف عليه، أنه جودة الكاميرا ما كانت واضحة بما فيه الكفاية. حتى الشرطة نفسهم ما قدروا يتعرفوا على هوية هذا الشخص. بعدها اضطر الشرطة أنهم يستعينوا بجهاز الأمن الفيدرالي، وأيضا استعانوا بوكالة ناسا عشان يحاولوا يراقبوا مكان السيارة من أقمارهم الصناعية، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل وما قدروا يحددوا هوية الخاطف أو مكان جينيفر. في النهاية استنتجوا أن جينيفر تعرضت للخطف قبل عصابات تجارة بالبشر. مجلس النواب في فلوريدا أصدر قانون جديد باسم جينيفر كيسي، وكان هذا القانون يطلب من جهاز الأمن الفيدرالي التحقيق في القضايا المشابهة لجينيفر، وهذا الشيء بيخلي حل حالات مثل حالة جينيفر أسهل، حتى لو كانت بتاخذ وقت أكثر. كذا بنكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا اللايك شير وسبسكرايب، ومع السلامة.